النهارده بقى أنا جاية لكم بالزلابية، لكن الزلابية النهارده اللي هنعملها مع بعض مختلفة عن أي زلابية شفتوها قبل كده. زلابية النهارده هتطلع شكلها حلو، هتطلع كمان طعمها جميل، مفرّغة من جوّه جدًا، وفي نفس الوقت مقرمشة لآخر حبّاية معاكم. هاقول لكم إيه هي الأسرار والتكات اللي تطلّع معاكم الزلابية أو لقمة القاضي أو اللقيمات بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. يعني أسرار ما حدش قبل كده قالها إطلاقًا يا جماعة. تابعوا معايا الفيديو للآخر لو لسه أول مرة تشوفوا القناة. أنا فريدة، اعملوا لايك واشتراك ويالّا بينا نشوف الفيديو بتاعنا. أول حاجة بابتدي بيها هي الشربات، في بولة كده بانزل عندي بكوبايتين من السكر، عليهم كوباية من المَيّة ونقطتين 3 كده من الفانيليا السايلة. لو مش موجود فانيليا سايلة تقدروا تستعملوا فانيليا باودر عادي جدًا، وبناخدها كده بدون أي تقليب على البوتاجاز. أول ما تغلي باهدّي النار وبادّيها كده عصرة من الليمون، بس كده، وبكده الشربات بتاعنا يكون خلصان. أول حاجة معايا 3 كوبايات من الدقيق، معلقة كبيرة من الخميرة، وكوباية ونُص من المَيّة. أنا قاسمة المَيّة على كوباية ونُص كوباية، عشان نُص كوباية ده أنا هادوّب فيه الخميرة. بعد كده معايا 3 معالق كبار من الزيت، ومعايا لبن بودر 3 معالق كبار، معايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من السكر، و3/4 كوباية من الحليب الرايب يا جماعة، وكمان معايا هنا فانيليا، وكمان النشا معايا 4 معالق كبار ونُص من النشا. تمام كده. أول حاجة باعملها قبل ما أبدأ في أي حاجة، أنا باجيب نُص كوباية المَيّة بادوّب فيه الخميرة بتاعتي وبانزّل فيه معلقة السكر. تمام كده. طبعًا أنا كنت حاطة السكر مع البيكنج باودر، فأنا بس بانزّل السكر مش أكتر من كده. هاقلّب كويس جدًا وأتأكد إن الخميرة هاسيبها كده على دابت جنب معايا يا لحد ما جماعة. أخلّص بقية المكونات. في بولة كده عميقة، ومهم جدًا إن هي تبقى بولة عميقة عشان نسيب فيها العجينة ترتاح معانا. تمام. بعد كده بانزل عندي بالنشا واللبن البودر، وهانزل كمان بالبيكنج باودر، وكمان هانزل بذرة كده بسيطة خالص من الملح. يعني أنا الأول مبدئيًا باقلّب كل المكونات الجافة كده إيه مع بعضها. هانزل عندي بعد كده بالخميرة، وعليهم هانزل باللبن الرايب. اللبن الرايب ده يا جماعة اللي هو الحليب لمّا بيقعد فترة طويلة مثلًا في التلاجة بيروب معانا. لو مش موجود ممكن تبدلوه ب3 معالق كبار من الزبادي. هانزل كمان بال3 معالق الكبار من الزيت. تمام كده. برضه عاوزة أقول لكم إن الزيت لازم تعايروه، ما تحطوهوش كده إيه بالبركة يعني، عايروا الزيت. ونزلت عندي كده بنقطتين 3 من الفانيليا، لو الفانيليا عندكم باودر حطوا باكت من اللي هو الصغير. وهابدأ إن أنا أقلب كده المواد الجافة مع المواد السايلة دي. في الوقت ده أنا مش هاضيف الكوباية المَيّة اللي لسه معايا، طبعًا لسه معانا مَيّة كوباية، إحنا خدنا النُص حطينا في الخميرة، وخدنا كمان اللبن الرايب. تمام كده. نقلب كويس جدًا ونشوف إحنا هنحتاج قد إيه من المَيّة. لمّا آجي أضيف بقى المَيّة يا جماعة اللي هي الكوباية، أنا مش هاضيفها كاملة، يعني خدوا بالكم. أنا طبعًا في الفيديو أنا هاضيف كوباية المَيّة كاملة، لكن أنتم لمّا تيجوا تعملوها نوع الدقيق بيختلف من نوع لآخر. في دقيق بتمتص أكتر السوايل بشكل أفضل، وفي دقيق ما بيمتصش سوايل كتير. بس الأول إن أنا لازم أقلب كده الدقيق بتاعي مع الخميرة ومع اللبن البودرة. تمام كده. هنا بقى كنت بدأت أنزل عندي بالمَيّة، هانزل كده بشكل تدريجي. أنا الأول نزلت بنُص كوباية من المَيّة، وسِبت النُص التاني على جنب لحد ما أشوف العجينة هتبقى محتاجة مَيّة والّا لأ. هاضيف عندي بقى المَيّة الباقية، هُم كانوا تقريبًا ربع كوباية من المَيّة. تمام كده. يعني الإجمالي يا جماعة نُص كوباية في الأول حطينا فيها الخميرة، وكوباية معايا أثناء العجن، طبعًا مع اللبن الرايب. واللبن الرايب أنا باحطه بعد الخميرة على طول. تمام كده. طيب عجينة الزلابية تقدروا تعجنوها بأي حاجة، ممكن بإيديكم، ممكن باسباتولا، معلقة، ممكن كمان بمضرب يدوي، مضرب كهربائي. المرة دي إن شاء الله عشان أول مرة نعمل الزلابية مع بعض، فأنا هاعملها معاكم يدوي. عشان اللي ما عندوش مثلًا عجان أو ما عندوش مضرب كهربائي، يبقى عارف إزاي بتتعجن أو قوامها إزاي في العجن. تمام كده. عجينة الزلابية عشان تطلع معاكم حلوة، طعمها حلو، لازم تعجنوها كويس، ولازم تهتموا بمقاديرها يا جماعة. ده مهم جدًا. لمّا بنيجي نقلّبها يعني إحنا بقى بنمرمطها بجد، إحنا بنطلّع عينيها، مش بنعجنها بس عجين بسيط كده، لأ إحنا بنطلّع عينيها، بنجيب ونودّي فيها يمين وشمال. هتشوفوا معايا.
جبت هنا بقى المضرب اليدوي عشان اخفق بيه، يعني انا بالنسبه لي المضرب اليدوي احسن من المعلقه والسباتيولا جدا. تمام، قوامها زي ما قلت لكم بيكون عامل زي قوام الكيك. مهم جدا ان انا افضل اقلب فيها لحد ما العجينه تنعم معايا، ما يبقاش فيها اي كتل اطلاقا، وبفضل اقلب فيها يمين وشمال ومن تحت لفوق ومن فوق لتحت. ده مهم جدا يا جماعة عشان يدخل فيها هواء، وده سر التفريغة بتاعة الزلابية. تمام. لما بتيجوا بقى ترفعوها كده وتنزلوا منها شوية العجين، ما بتقطعش معاكوا، يبقى كده خلاص العجينة مش محتاجة معانا عجن تاني. لكن كل ما عجنتوها كل ما الزلابية بتاعتكم كان طعمها حلو والنتيجة بتاعتها كانت حلوة جدا. قلبوها بقى من تحت لفوق من فوق لتحت ويمين شمال، يعني طلعوا عينيها بجد يا جماعة. طبعا انا كنت بهدي بس شوية ايه اللي هو اريح ايدي شوية، لانها كانت بتهبط ايدي بصراحة، لان انا الاعصاب عندي يعني في الحاجات دي بتتعبني. تمام، فانتوا برضو لو حسيتوا ان ايديكوا هبطت ريحوا عادي شوية وكملوها، يعني كام ثانية كده وكملوا عادي. زي ما انتم ملاحظين ان العجينة بقى فيها هوا، يعني لما باجي ارفعها واحطها بيبقى فيها هوا. كمان العجينة نعمت معايا جدا جدا يا جماعة، شايفين؟ خلاص كده العجينة ما بتقطعش ومش بتسيل ولا اي حاجة. ببدأ ان انا اظبط كده الجوانب بتاعتي لو فيها اي بس زيادات، واخدها تقليبة بقى بالاستاتيولا كده، عشان لو في اي حاجة كده في القاع لازقة ولا حاجة يبقى كده ايه تمام. وهنا خلاص عجينة الزلابية كانت كاملة وجاهزة معانا. هنسيبها بقى تتخمر. قبل ما نسيبها تتخمر مهم جدا ان احنا نغطيها بفوطة بطبق بستريتش، يعني شوفوا ايه المتاح عندكم واعملوه. سيبوها بقى تتخمر كده براحتها مش اقل من ساعتين، لحد ما حجمها يتضاعف ويبقى فيها تفريغات هواء بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين يا جماعة الجمال؟ تحسوها سايلة شوية وازاي هنمسكها؟ لا لا ما تقلقوش خالص، هي هتبقى حلوة جدا ومظبوطة كمان معاكم. مهم جدا بقى ان احنا يعني نحركها كده ونطلع منها كل تفريغات الهواء اللي فيها. دي مهم جدا يا جماعة. لو انتوا ما عملتوش الخطوة دي الزلابية بتاعتكم مش هتطلع ناعمة معاكم كده وهتبقى مشققة. اول حاجه بقى كده انا معايا طبق فيه زيت، ومعايا المعلقه المعياريه بتاعتي. المعلقه المعياريه دي اللي هي اصغر حجم يا جماعه، ده هتطلع لنا البقلاوه او الزلابيه يعني شكلها حلو. تمام كده، او حجمها مناسب، مش هقول شكلها، هقول حجمها مناسب. مهم ان اغطس كده المعلقه معايا في الزيت اللي انتوا شايفينه ده عشان العجينه تنزل معايا بسهوله. ومهم جدا يا جماعة ان الزيت بتاعكو يكون ساخن تماما تماما عشان تطلع معاكو العجينة مكورة وشكلها حلو. لو الزيت بتاعكو مش ساخن فهي هتاخد اشكال فضائية بقى. تمام كده يا حلوين، باخد كده قطعة من العجين بين قبضة ايدي وبضغط وبطلع وبملى بيها المعلقة المعيارية زي ما انتوا شايفين كده. طبعا في طريقة للزلابية أو اللقيمات، يعني في ناس بتحطها في القرطاز أو الكيس الحلواني وتقص منه على طول. أنا بالنسبة لي دي أحسن طريقة يا جماعة. أول ما بتحطوها كده في الزيت بتحسوا إن هي مش هتاخد الشكل الحلو، مش هتاخد التدويرة، لكن هي واحدة واحدة معاكوا كده بتظبط. يعني هي أول ما بحطها بحس إن هي إيه ده، هي رايحة لشكل إيه، لكن واحدة واحدة كده ما بتقلبوها بتبدأ إن هي تنتفخ. حتى بعد أول قلية يا جماعة، ولما نيجي نحطها القلية التانية بتنتفخ زيادة، وحجمها برضو بيتكور وبيزيد وبتظبط أكتر. تمام، فانتوا ما تقلقوش إطلاقا يا جماعة يعني من حتة الشكل دي. المهم إن انتوا تظبطوا شكل المعلقة وانتوا بتحطوا، والمعلقة تكون متغطسة بزيت. ومهم كمان ان الزيت اللي بتقلوا فيه يكون ساخن يا جماعة. تمام كده. انا طبعا هقليها على مرتين. تمام. طيب اول قلية مجرد كده ما تبدأ تحمر انا بقوم شايلاها واحطها عندي على الصينية تهدى لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا، وبعد كده احطها في الزيت. شايفين؟ يعني ما شاء الله هي مقورة. وعاوزة اقول لكم العجينة كانت يعني وانا بقلبها وانا بشيلها كانت هشة خالص يا جماعة، يعني فوق ما تتخيلوا كانت هشة وخفيفة، وده دليل ان هي مفرغة معانا من جوه.
شايفين هنا شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله. طبعا هي لسه زي ما قلت لكم، لسه هتظبط اكتر في القليه التانية. ما تيجوا بقى يا جماعة تحطوا اللقيمات أو تحطوا العجينة، يعني بلاش تلزقوها في الزيت كده جنب بعضها عشان ما تلزقش في بعض، تمام؟ يعني لما حجمها يتضاعف في الزيت هتلزق كده في التانية، وهتبقى بقى شكلها مش حلو، تمام؟ لما بنحطها زي ما انا ما قلت لكم كده في الزيت الساخن بتطلع شكلها حلو زي ما انتم شايفين، يعني بتكور كده بقى وتفرغ معانا من جوه، وده المهم جدا. يعني اهتموا بالمقادير بتاعة عجينة الزلابية عشان الزلابية اصلا تطلع معاكم طعمها حلو، واهتموا ان الزيت يكون ساخن، وان انتوا ازاي بتلقموها. انا بالنسبة لي طريقة التلقيم دي يا جماعة اسهل بكتير جدا من القرطاس، تمام؟ وبرضو زي ما انتوا عاوزين ممكن تعملوها بالقرطاس، ممكن تعملوها تلقيم زي ما انا بعمل. هي اصلا اسمها لقيمات، يعني في الاساس اسمها لقيمات يا جماعة. خلص بقى كل الكمية ونشوف مع بعض هنعمل ايه. شايفين يا جماعة بتتنفخ ما شاء الله. طبعا لما بنزلها برضه عشان تبقوا عارفين، لما بنزلها كده من المعلقة مرة واحدة والمعلقة بتكون يعني محطوطة في الزيت، بينزل العجينة معايا بسهولة جدا، وغير ما بتبقى لازقة بقى في المعلقة، وكمان ما بتنزلش على يعني مرحلة واحدة، بتحسوا ان هي بتقطع معاكوا كده في الزيت، تمام؟ اول ما تبتدي ان هي تاخد لون اللي هو خلاص انا هحمر اهوت، بقوم شايلاها على طول يا جماعة. لو في واحدة كده لزقت في التانية زي ما انتم شايفين بنفصلها عن بعض، بس بعد ما تستوي، تمام كده. طبعا اللي بتاخد معايا لون خفيف كده ما بستناش ان انا كله اخرجه مرة واحدة، لا انا بطلع اللي اخد لون ذهبي كده فاتح قوي، او اللي خلاص قرب ان هو يحمر، عشان ما يتلطعش معايا او ما ياخدش لون زيادة. شايفين يا جماعة الجمال؟ ما شاء الله. العجينة فعلا كانت خفيفة معايا جدا. فين يا جماعة شكلها عامل ازاي، مدورة ازاي وحلوة، يعني عاوزة اقول لكم هي شكلها ممكن مش باين في الصينية ان هي مدورة كده وشكلها حلو، لكن ما شاء الله العجينة بتاعتنا ناجحة جدا جدا جدا. طبعا بخلص كل كمية اللقيمات اللي معايا او عجينة الزلابية اللي معايا، ودي كلها القلية الاولى، تمام؟ وبسيبهم كده على الصينية يهدم لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا، وببدأ ان انا اقلي بقى القلية التانية. شايفين بقى شكلها عاملة ازاي؟ شايفين الكور بتاعتها كده؟ ما شاء الله منتهى الجمال، يعني مفيش احلى من كده. عاوزه اقول لكم لو ضغطت عليها ضغطه هتبقى معبيه هوا، بس ايه يعني كنت بمسكها بحرص. هنا بقى هنزل بالقلية التانية، تمام؟ باخد كده كمية. طبعا لو حطيت كمية كتيرة مش هتفرق على فكرة، عادي جدا. هي اصلا حجمها خلاص ارتفع، لكن كل بقى ما تتحط الوقت كده كل ما تاخد تحميرة كل ما حجمها يتظبط وشكلها يتظبط يا جماعة، يعني الشكل بتاعها هيتظبط تماما تماما. عاوزة اقول لكم من خفية الزلابية او عجينة القاضي او لقمة القاضي، العجينة انا كنت كل ما اقلبها على الجنب اللي مش محمر تقوم متشقلبة تاني، يعني متخيلين من الخفية بتاعة العجينة؟ شايفين الجمال؟ ما شاء الله. نطلع بقى كده زلابية مقرمشة وهشة كده من جوه مفرغة، والأهم إن هي تكون مقرمشة لآخر حبة، تمام؟ مهم جدا التسوية بتاعتها. هنسويها ازاي؟ القلية التانية يا جماعة
لازم النار بتاعتي تكون وسط، انا ما ينفعش يعني اقليها القليه التانية على نار عاليه تاخد لون وتطلع على طول، لا، انا عاوزاها على نار وسط تستوي كده براحتها وتاخد القرمشه الحلوه اللي متعودين عليها. كمان لما تيجوا تخرجوها بلاش اللون الذهبي الفاتح، يعني شايفين اللون الذهبي الغامق شويه ده ما بين بلح الشام وما بين مثلا اي حاجه فاتحه بقى، اي حاجه ذهبي فاتحه مش عارفه، بس حاجه كده ما بين البنين يعني. حاسه ان كده لونها ذهبي بس يعني مش زي بلح الشام برضو، ولا زي زي مثلا صوابع زينب بتبقى فاتحه شويه، ما بين البنين كده يا جماعه. تمام. اللي برضو بتحمر بشيلها معايا عشان مش عاوزه لونها يغمق وتبقى بقى محروقه، يعني عاوزه لونها كده يبقى حلو ذهبي حلو كده. ده هنا طبعا قوام الشربات، شربات الزلابية زي ما قلنا في اول الفيديو الحلويات الشرقية زي يعني زلابية بلح شام بيكون تقيل شوية يا جماعة. تمام. نزلته كده في البولة وهبدأ ان انا احط فيه الزلابية بتاعتي. طبعا الزلابية اول ما بخرجها من الزيت بسيبها تهدى بس على على الصينية كده بره لحد ما اخلص كل الكمية، يعني انا مش عاوزة انزلها في الشربات على طول عشان ما تبقاش سخنة وتقوم معجنة معايا او يعني الهوا اللي فيها كده يروح. تمام. ده مهم جدا. هسيبها بقى كده في الشربات شوية، يعني مثلا دقيقة أو دقيقتين لحد ما تتشرب بس الشربات كده، وبعد كده هخرجها على طول على مصفى ومن المصفى بقى على طبق التقديم. عاوزة اقول لكم الوصفة حرفيا تحفة يا جماعة، يعني شكلها حلو، هشة جدا، طعمها لذيذ جدا، مقرمشة يعني. اسرار البقلاوة كلها قلتها لكم النهاردة في الفيديو. الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى من كل قلبي ان انتوا تجربوها عشان تاكلوا كده بقلاوة حلوة مفرغة كده وهشة ومقرمشة زي اللي انتوا شايفينها دي. وما تنسوش يا حلوين الكومنت الجميل اللي بيفرحني، وكمان اللايك والاشتراك. اشوفكم ان شاء الله على خير.